النهارده بقى بنتكلم على اهم الاوراق اللي احنا بناخدها من المعرض علشان نروح نرخص. وخلي بالك هقول لك على تريك كده مهمه جدا، خلي بالك منها علشان في المرور ما يرجعكش. اول حاجه طبعا بناخدها من المعرض هي الفاتوره. تمام. طيب، زي ما انتم شايفين كده الفاتوره بتكون باسمك طبعا، وبيتكتب فيها عنوانك والتاريخ، وكمان بيتكتب فيها المبلغ، وبيتكتب فيها الموديل والشاسيه والموتور. طبعا الفاتوره مهمه عشان بتثبت ملكيتك للسكوتر وان انت اشتريته من المعرض الفلاني. ديت كده اول ورقه. تاني ورقه طبعا بناخدها من المعرض هي بتكون المبايعه. تمام. المبايعه ديت بقى من اهم الورق اللي لازم تتاكد ان هو موجود. تمام، وتتاكد من البيانات اللي انا هقول لك عليها بقى. المبايعه ديت بيتكتب لك فيها ايه بقى؟ بيتكتب لك فيها ماركه السكوتر، وكمان الاحصنه بتاعته، الموديل، وكمان بيتكتب رقم الشاسيه وكمان الموتور. الاهم بقى ان هي بتبقى معموله طبعا باسمك وبعنوانك وبرقم بطاقتك، وموجود فيها قيمه طبعا الموتوسيكل الحقيقيه طبعا، والقيمه اللي هي الضريبه بتاعتها والاجمالي. فالمبايعه ديت والفاتوره اللي احنا قلنا عليها من شويه هم دولت اللي بيثبتوا ملكيتك. تمام. في ورق تاني طبعا بتاخده عشان يثبت بقى تفاصيل السكوتر نفسها او بيانات السكوتر نفسها زي رقم الشاسيه والموتور، ودوت اللي احنا هنروح. تالت ورقه بقى بناخدها من المعرض هي شهاده المنشأ. وهنا بقى خلي بالك التريك بقى. شهاده المنشأ ديت بتكون واخدها من المصنع نفسه او الشركه اللي هي قفلت السكوتر، وديت بتكون شهاده ان هي مطابقه للمواصفات. تمام، ان السكوتر دوت يعني مطابق للمواصفات بتاعه السوق بتاعتنا. وطبعا بيتكتب لك فيه الشاسيه والموديل، وتتاكد ان الموديل مكتوب، وكمان الحصان، وكمان طبعا رقم الموتور. تمام كده. اول ما تاخد شهاده المنشأ ديت لازم ترجع تاني للورقه رقم 2 اللي هي المبايعه. طيب ليه بقى؟ علشان تقارن الارقام ببعض. تمام كده. علشان ليه نقارن الارقام؟ عشان ما يرجعوناش في المرور. بص يا سيدي، هنروح على رقم الشاسيه في المبايعه ونقارنه برقم الشاسيه اللي موجود في شهاده المنشأ، وكمان هنروح لرقم الموتور اللي موجود في المبايعه ونقارنه برقم الموتور اللي موجود طبعا فين؟ في شهاده المنشأ. تمام كده. نتاكد ان كل البيانات بتاعتنا صحيحه، ونتاكد كمان ان كل البيانات مطبوعه كويس، يعني باينه كويس جدا جدا جدا، نامن نفسنا. وكمان طبعا نتاكد من وجود الاختام تمام بشكل واضح جدا. تمام. نعرف منين بقى ان رقم الشاسيه ورقم الموتور طبعا هم دولت الحقيقيين وهم دولت اللي طالعين من الشركه؟ المفروض ان المعرض بيديك جدول زي دوت. تمام كده. الجدول دوت بيتكتب لك فيه كده من فوق تمام العام بتاع المواتير ديت. ده جدول كل المواتير اللي هي المفروض طلعت خلال عام 21، لان انا موديل 21. وبيبقى معلم لك كده على يعني الموتور بتاعك لو انتوا شايفين كده قدامكم. تمام. تاخد طبعا الورقه ديت وتقارنها برده بالاوراق اللي احنا قلنا عليها اللي هي المبايعه وشهاده المنشأ. وطبعا بقى الاهم من كل دوت والخطوه المهمه جدا ان بعد تطابق الاوراق ديت لازم يكون في بقى تطابق عمل، ان انت تروح بقى على السكوتر نفسه وتقارن الارقام ديت باللي موجوده على السكوتر باللي موجوده على الموتور واللي موجوده على الشاسيه. ودوت المهم جدا ان انت لازم تعمله. تمام كده. احنا اخدنا ايه بقى من المعرض لحد دلوقتي؟ اخدنا اول حاجه طبعا الفاتوره، تاني حاجه اخدنا المبايعه، تمام ديت رقم 2، تالت حاجه اخدنا شهاده منشأ، رابع حاجه اخدنا جدول الموتور رقم الموتور، وجدول رقم الشاسيه، وقارنا طبعا وظبطنا. كمان بناخد بقى مبايعه. تمام. والمبايعه ديت بتكون بقى من الشركه اللي استوردت او الشركه اللي صنعت للمعرض اللي انت اشتريت منه. تمام. ديت كده الورقه رقم 5. الورقه رقم 6 بقى، وديت اللي بنقول عليها خطاب المرور. وديت في بعض المعارض بتديها لك، وفي بعض المعارض لا، بتقول لك روح انت ايه المرور وروح انت اختمها. انا بصراحه المعرض اللي انا اتعاملت معاه كان يعني بامانه محترم جدا، فاعطاني كل الورق باكج كده وانا قاعد في يوميها ومختوم وتمام، ورحت على الترخيص على طول. فهي بتبقى الورقه كده وبيكون عليها زي ختم النسر. تمام كده. وديت بتكون الورقه رقم 6. يبقى احنا كده اخدنا من المعرض 6 ورقات لحد دلوقتي. تمام. اول ورقه اخدناها طبعا الفاتوره، تاني حاجه المبايعه، تالت حاجه شهاده المنشأ، رابع حاجه اخدناها جدول الشاسيه والمواتير،
وخامس حاجة أخدنا مبايعة برضو تانية، وديت بتكون من الشركة المصنعة للمعرض، وأخدنا جواب المرور. ده كل الورق اللي أنا يعني أخدته من المعرض. تمام. اتأكد طبعا إن البيانات كلها متطابقة، اتأكد إن البيانات كلها واضحة، والأهم اتأكد إن البيانات كلها عليها الأختام وبشكل واضح. أرجو تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة.